مرة رقم 18 لو نجح الأهلي تاريخيا سيواصل تعزيز أرقامه القياسية. معظم أرقام البطولة مسجلة باسم الأهلي، على أكثر فوزا باللقب، على أكثر وصولا للنهائي، على أكثر لاعبا لهذه البطولة، على أكثر تحقيقا للانتصار، على أكثر وصولا إلى الدور نصف النهائي، والأكثر الأكثر الأكثر دائما. القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول. القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن، سجلها ولد معلول، سجلها علي معلول ملك الحلول. وي علي، وي علي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة بره الصندوق، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اخوكم ابو يوسف. أزمة بسبب المستحقات وقرار عاجل بشأن عبد الواحد السيد. ليفربول يضع موهبة ريال مدريد بديلا لمحمد صلاح النجم المصري. الأهلي يتسلم البطاقة الدولية لأنتوني موديست قبل مباراة السوبر الأفريقي. أمير توفيق يوجه رسالة لمنتقديه بعد وصول موديست. هجوم على فاروق جعفر في الزمالك. وحلقة جديدة من برنامج أخبار الأهلي لحظة بلحظة. أزمة بسبب المستحقات وقرار عاجل بشأن عبد الواحد السيد. في إطار استعدادات فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء لمواجهة أرتا سولار يوم السبت المقبل في ذهاب دور ال 32 لبطولة الكونفدرالية، قرر مسؤول نادي الزمالك تكليف عبد الواحد السيد مدير الكرة تولي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي ستتوجه إلى تنزانيا مساء غد الأربعاء لخوض مباراة أرتا سولار في بطولة الكونفدرالية. وطلب لاعبو الفريق من عبد الواحد السيد مدير الكرة ومن الجهاز الفني معرفة موقف المستحقات المالية المتأخرة، خاصة أنهم لم يحصلوا عليها رغم الوعود السابقة لهم بالحصول عليها قبل سفر الفريق. اللعيبة بتشتكي من المستحقات المتأخرة وعايزة الفلوس بتاعتها قبل ما تسافر. وكشف المصدر عن أن اللاعبين تسيطر عليهم حالة من الضيق والغضب الشديد بسبب تأخر صرف المستحقات، خاصة أن عليهم التزامات مالية يرغبون في إنهاؤها خلال الفترة المقبلة وينتظرون الحصول على مستحقاتهم. طيب الأزمة المالية دي مين اللي جابها؟ يعني دي كده في أزمة مالية. نادي الزمالك يا جماعة نادي كبير، أنا كأهلاوي بقول لكم نادي الزمالك نادي كبير وكبير جدا، وأكبر من أي حد، أكبر من رؤساء النادي، أكبر من الأعضاء، أكبر من اللعيبة نفسها. نادي الزمالك كبير كبير كبير، وما ينفعش اللي بيتعمل في نادي الزمالك ده. يجي رئيس نادي يبوظ النادي ويدمر النادي، وبعد كده اللي بعد منه هيجي يعمل ايه؟ اللي بعد منه ده هيجي يعمل ايه؟ ما هو ده انه ماشي على كده. يعني رئيس النادي السابق لما اجر المحلات بتاعه الفرع بتاع النادي، اجرها ل 2050. والله اجرهم ل 2050. طب ازاي؟ انت اصلا المسموح ليك ان انت تأجر طولة فترة الرئاسة بتاعتك، اللي هي مثلا انت الفترة الرئاسية 4 سنين، انت بتأجر المحلات كلها 4 سنين. انت بتشتغل حتى اللافتات والاعلانات والدعاية والكلام ده كله، انت بتشتغل على المدة بتاعتك 4 سنين. انما انت تروح تأجر ليه 50 سنة قدام؟ ليه؟ والاعضاء فين؟ الاعضاء اللي استنت ان الباب الترشح يقفل وبعد كده يبدأوا بقى الهتافات، العزبة راحت ويكسروا اللوح. وضعت إدارة ليفربول الإنجليزي موهبة ريال مدريد هدفا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة حتى يكون بديلا للنجم المصري محمد صلاح، الذي ما زال يتلقى عروضا من الاتحاد السعودي، الذي يستعد لدفع 200 مليون يورو في صفقته. وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تعلم حجم اهتمام ريال مدريد بخدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. لذلك تريد الحصول على الموهبة البرازيلية فينيسيوس جونيور.
وأردفت أن إدارة ليفربول تعلم صعوبة التعاقد مع فينيسيوس جونيور في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لأن النجم البرازيلي يحب البقاء مع نادي ريال مدريد الأسباني ويريد مواصلة مسيرته الاحترافية ويمتلك عقدا طويل الأمد. وأوضحت أن ليفربول وضع فينيسيوس جونيور بديلا لمحمد صلاح، لأن البرازيل يمتلك الموهبة الكروية بالإضافة إلى صغر سنه وهو 23 عاما، لكن كل شيء سيكون معتمدا على قرار إدارة ريال مدريد النهائي. واختتمت بأن نادي ليفربول الإنجليزي يقوم بدراسة البدلاء المناسبين للنجم المصري محمد صلاح إن قرر الرحيل، والموافقة على عرض الاتحاد السعودي من سوق الانتقالات الصيفية القادمة. وهنا بصراحة الخبر ده يعني في جملة عجبتني، وإيه هي الجملة دي بقى؟ إن نادي ليفربول بيجهز البدلاء المناسبين للنجم المصري فخر العرب محمد صلاح. بيجهزوا البدلاء للنجم المصري فخر العرب محمد صلاح. ليه بقى؟ في حال اتخذ قرار بالرحيل. يعني بصراحة أنا ما شفتش أحسن وأروع وأعظم من كده. يعني الخبر ده أنا من وجهة نظري عظمة على عظمة. النجم محمد صلاح إدارة الليفر يعني بالبلدي كده قالوا له أنت رمانة الميزان، اللي هتقوله هيمشي، قاعد معانا مكمل، شرف لينا، هتمشي ما نقدرش نقول لك لا. فكده إدارة الليفر بيجهزوا البدلاء المناسبين للنجم المصري محمد صلاح إن قرر الرحيل، والموافقة على عرض الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة. الانتقالات الصيفية القادمة، مش الانتقالات دي، لا ده لسه الانتقالات اللي جايه. وصلت البطاقة الدولية للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي. وتسلم النادي الأهلي البطاقة الدولية لأنتوني موديست بعدما وصلت إلى اتحاد الكرة المصري من نظيره الألماني أمس الاثنين. وبات موديست جاهزا للظهور مع الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. كولر نزل أنتوني موديست في القائمة أو في التشكيلة في القائمة اللي هتلعب مباراة السوبر الأفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري. وجه أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي رسالة لمنتقديه عقب وصول المهاجم الفرنسي أنتوني موديست للقاهرة من أجل الانضمام للقلعة الحمراء. وكتب أمير توفيق عبر حسابه على تويتر: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتعرض أمير توفيق للعديد من رسائل الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم تعاقده مع مهاجم رغم رحيل ثنائي الهجوم محمد شريف وشادي حسين. الراجل ده تعرض للهجوم. طيب الهجوم اللي تعرض ليها أمير توفيق، انا بس عايز اوصل لأمير توفيق ان انت في مكانه ما ينفعش ان انت تبخل بنقطة عرق للنادي الاهلي، ولازم تستحمل انتقادات اي حد من مشجعين ومحبين النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي كبير بجمهوره وبمشجعينه وبمحبيه وبإدارته وبأي حد بيشتغل جوه النادي الاهلي سواء اداري او فني او عامل، لازم يكونوا كلهم على قلب رجل واحد. دي حاجة. الحاجة التانية، انت ما ينفعش تطلع تبعت رسالة اللي بينتقدوك، انت خلي ردك في صفقاتك، يعني ترد على الناس بالصفقات مش بالكلام. احنا نتمنى أنتوني موديست يكسر الدنيا الموسم اللي جاي. طيب أنتوني موديست لو ما اشتغلش او مش كويس او مش متأقلم مع الاهلي او بالبلدي كده صفقة مضروبة، انت
هيتعلق لك الرمان، الناس كلها هتتكلم عليه. فانت ما تطلعش تهاجم الناس اللي بتنتقدك قبل ما نشوف. انتوا اتكلمتوا قبل كده، قلتوا هنجيب سوزا وبعد كده لا سوزا مش جاي. طيب مهاجم مغربي؟ لا مش جاي. طيب جاكسون موليكا؟ لا مش جاي. طيب محمد كوناتي؟ لا مش جاي. طب ليه؟ امال انت بتعرف تعمل ايه؟ مع احترامي الشديد ليك، انت جبت صفقات كويسه، جبت صفقات كويسه، بس دلوقتي النادي الاهلي في امس الحاجه لمهاجم سوبر ما يكونش فيه لعب. وانا اتكلمت قبل كده، المفروض انت بتجهز القايمه بتاعتك بكشف المهاجمين وبكشف المدافعين وخط النص وصانع اللعب بجميع اللعيبه في كل المراكز من قبل انتهاء الموسم بسنه. يعني احنا لسه ما بدأناش الموسم، المفروض ان حضرتك تكون حاليا بتجهز كشف للموسم الجديد في الاسماء كلها، وكل لاعب بيبقى يكون له بديل، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، كل 10 لعيبه من كل مركز، 10 لعيبه من كل مركز، تحسبا ان في صفقه ما تجيش، صفقه اللي النادي طالب فيها سعر عالي، صفقه لسه قدامها بدري، صفقه مش عايزه تيجي الاهلي، مش حابه تيجي النادي الاهلي، صفقه هتيجي بس بالطالب الاجر عالي. فانت لازم تعمل ده، كل ده شغلك. وبعدين احنا لو هنتكلم على مدير التعاقدات، كان عندنا العملاق المهندس عادل القيعي. انا ما اعرفش ازاي هو مش قاعد معاك ومش بيعلمك ازاي تعرف تتعامل مع اي صفقه. انا من وجهه نظري مهندس عادل القيعي لو كان قعد مع ميسي كان جابه. ده بالنسبه لنا احنا كده، زي ما احنا عندنا اساطير في لعب كره القدم زي الكابتن محمود الخطيب وكابتن محمد ابو تريكه، عندنا اساطير برضه في لجنه التعاقدات زي المهندس عادل القيعي وزي هيثم عرابي. قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما أكده كابتن محمد صلاح لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر أن هناك منافسة قوية بين المرشحين لرئاسة الزمالك بين اللواء حسين لبيب وكابتن فاروق جعفر. وأضاف لاعب الزمالك السابق خلال مداخلة على الهواء أن كل من حسين لبيب وفاروق جعفر كل منهما له مميزات. فاروق جعفر لاعب كبير ومعروف، وحسين لبيب تولى إدارة الزمالك من قبل. وأوضح أن البعض قام بتمزيق صور مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، موضحا: زعلت من الأشخاص اللي عملت كده، وأشار إلى أن فترة مرتضى منصور مرت وكان يجب أن نشكره ونسانده ونعتمد على ما هو قادم، معلقا: خايف أن يحدث مثل هذا الأمر مع من يتولى رئاسة الزمالك في القادم. متشكرين يا كابتن محمد صلاح. كده التصريح اللي انت عملته ده من وجهة نظرنا احنا، انت كده بتفرش السجادة للموسم الجديد. ده كده انت بتفرش السجادة للموسم الجديد عشان خاطر لما يجي، مش للموسم الجديد، آسف، للفترة الرئاسية الجديدة. انت كده بتجهز للفترة الرئاسية الجديدة اللي هينزل فيها المستشار مرتضى منصور. نعيشنا طبعا ساعتها، انت بتفرش السجادة من دلوقتي عشان تلاقي لنفسك دور او مكان جوه الزمالك. اما بخصوص البناني ده انت وجعت لي اسناني. البناني كان اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان هو قاعد يقول ان تكسير الصور بتاعت المستشار مرتضى منصور كان من الازدحام الشديد اللي هو في اخر يوم قبل غلق باب الترشح. وطبعا احنا اتكلمنا قلنا ده ازدحام لباب الترشح مش الانتخابات. انت مش في بقى الاعضاء في التحامات وفي ازدحام عشان الانتخابات. طيب ايه رايك في كلام محمد صلاح النهارده؟ ايه رايك في كلام كابتن محمد صلاح النهارده؟ ان قال لك، اعيد لك الجمله اللي قالها محمد صلاح تاني: وأوضح كابتن محمد صلاح، كابتن لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر،
أن البعض قام بتمزيق صور مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق. البعض، تمام، قام بتمزيق صور مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، موضحا: زعلت من الاشخاص اللي عملت كده. زعلت من الاشخاص اللي عملت كده. طيب يا ترى هيكون مين اللي عمل كده؟ هل كابتن فاروق جعفر ولا حسين لبيب؟ انا توقعاتي احتمال بنسبة 90% يبقى كابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق جعفر ده راجل برضه لاعب قديم في الزمالك وكابتن برضه في الزمالك ومتواجد في الزمالك في اي وقت، وكان حصل خلاف بينه وبين مرتضى منصور قبل ما يمشي، فبنسبة 90% اللي قطع الصور بتاعت مرتضى منصور هو كابتن فاروق جعفر. انت فين بقى يا بناني؟ يا اللي قلت الصورة ومش الصورة وهي وقعت من الازدحام واصلها كانت محطوطة معرفش فين والكلام اللي انت بتتكلم فيه ده كله، وقعدت تلمع في اللمبة بتاعت مرتضى منصور، مفيش فيها مشكلة، حقك ده كله، حقك انت. بس دلوقتي بقى احنا هنصدقك انت ولا هنصدق محمد صلاح؟ احنا هنصدقك ولا هنصدق محمد صلاح؟ المهم احنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، ويا رب تكون عجبتكم. واللي ما اشتركش يشترك في القناة، واللي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.